تكملة سلسلة الحاجات المهمة اللي الناس مش بتتكلم عليها كتير واللي جالي عليها أسئلة، وهي الهوية. لكن كمان معاها هنتكلم على الترانس وهنتكلم على الانترسكس. الموضوع اللي فات كنا بنتكلم على الميول، فسواء حاجة زي الميول أو حاجة زي الهوية أو حاجة زي أي موضوع من الموضوعات اللي هنتكلم عليها في السلسلة دي، كل ده حاجة بتخص الشخص لوحده. فمش حاجة سليمة ان انت تطلع تتباهى بيها او تتفاخر بيها، سواء انت في انه جانب. انا مش بتكلم ان انت تكون في جانب معين، او ان انت تسأل حد هو ايه ميوله او ايه هويته او لان تاني دي حاجات شخصية. طب احنا ليه بنتكلم على الحياة الشخصية دي هنا؟ احنا بنتكلم عليها عشان انت تفهم نفسك، لان احنا بنبقى عندنا اسئلة في المواضيع دي كلها كأي انسان عادي، فاحنا عايزين نفهم اكتر عن الحاجة، وفي نفس الوقت برضو من المواضيع هنتكلم ازاي نفهم اكتر عن نفسنا، وازاي نفهم اكتر عن الحقيقة، وازاي نبحث احسن بشكل افضل يعني عن الحقيقة. خلينا نبدأ هنا. هنتكلم على اول حاجة الانترسكس. فئة من الاشخاص قليلين جدا، وهكتب النسب، بيكون عندهم اختلاف في كذا حاجة، سواء كان هرمونات او اختلاف في الاعضاء اللي هي هتبقى بسبب تكوين المولارين او الكروموسومات او الجينات. خلينا نبدأ بترتيب ايه الاصل اللي بيصنف ان الشخص يكون ذكر او انثى. الاصل بتاعنا وهو بداية كل حاجة واول كل حاجة هي الكروموسومات. الكروموسومات عندنا المعروف XX بتكون بنت، XY بيكون ولد. من خلال ايه؟ ان الشخص بياخد 50% جينات اب، 50% جينات ام. الام بتتبرع بالاكس، والاكس التانية او الواي التانية بتكون من الاب. في حالات تانية بقى بيكون XXY و XYY، والاتنين دول بيكونوا ذكر. طيب انا هعرف ازاي ان هو ذكر؟ لان ببساطة باقي الهرمونات والاعضاء والتكوين بتاع الجينات وكل حاجة هو بيبقى ذكر. بيبقى في خلل في حاجات معينة، بس هو كل تكوينه بيبقى ذكر. فالخلل عنده هنا في الكروموسوم. في كمان حالة بتبقى XXX، ده طبعا بيبقى أنثى. دول كلهم ازاي بيبقوا فيهم الاختلاف ده؟ بيكون الخلل ده ممكن من الأم أو من الأب. ان الأم البويضة بتاعتها متنقسمش، فبتفضل الاكس اكس موجودة وبعد كده بتتخصب بالواي، أو بالنسبة للأب الحيوان المنوي بيدي اكس واي ليه البويضة اللي هي اوريدي اكس. أو بقى حاجة تانية من حيث المولاريه وهنتكلم عليها. وبشكل تاني ممكن يكون كروموسوم اكس واي ولكن هي بنت، يعني أعضائها وهرموناتها من حيث الجينات بنت، وطبعا بيبقى عندها برضو خلل هرموني وبيولوجي. وعندنا برضو بيحصل ان ساعات بيبقى اكس اكس وبتطلع ولد، اللي هو نفس الفكرة بتاعت اكس واي البنت. وعندنا بشكل تاني زي اللي احنا اتكلمنا عليه، الشخص بيكون عنده اكس واي وبيكون عنده اكس اكس، بعض الخلايا كده وبعض الخلايا كده. من حيث بعد كده التأثير الأساسي بعده على طول بيكون ايه؟ الجينات. طبعا احنا عارفين ان كل كروموسوم بيحتوي على آلاف الجينات، واللي هي الأساس العامل الوراثي بتاعنا، واللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في أجزاء الميول لما ذكرنا الإبيجيناتكس، ازاي ان هي في حاجات عندنا بتبقى أساسية التكوين، زي مثلا الكبد عنده زي مسار معين الخلايا بتمشي فيه علشان تكون الكبد، مش ممكن انها تكون حاجة تانية، ولو هي مش موجودة الكبد مش هيبقى موجود، وبالتالي اساسا الشخص ده مش هيبقى موجود. فاهمين؟ ودي هي الخلايا الاساسية بتاعتنا. طيب ممكن هي تبقى موجودة بس ماشية بشكل مختلف، واتكلمنا عليها برضو بشكل امراض وحاجات تانية. خلينا نركز على الجينات الاساسية بتاعتنا اللي ليها علاقة بالموضوع هنا. الاساسي بتاعنا SRY، واللي هو مخصص بالكروموسوم Y ان هو بيفعله او لا، من حيث ان هو يعمل دوره. لان عارفين احنا ان الاكس هو المفروض بتاع الانثى، الواي بقى ان هو يتفعل، يطلق هرمونات ايه ويوقف هرمونات ايه علشان يتكون شكل هرمونات وشكل الاعضاء بتاعه الذكر. على ال SOX9 الكروموسوم 17 يحظر تكوين الخصية بعد ال SRY. عندنا ال SF1 NR5A1 ده اللي بيكون على كروموسوم 9، خاص بإيه؟ خاص بتكوين الخصية وإنتاج الهرمونات. ال WT1 اللي هو موجود على كروموسوم 11 ليه علاقة بتكوين الكلية والخصية. DAX1 ال NR0B1 ده مضاد لتكوين الذكورة، وبرضو اللي ليه علاقة بتشكيل الخصية أو لأ. FJF9 ده برضو اللي ليه علاقة بتعزيز تكوين الخصية. وهنا طبعا احنا لو بنتكلم على عضو بس، هو كمان العضو ده مرتبط بالهرمونات، فخلينا ملاحظين الدايرة كلها. RSB01 ليه علاقة بتكوين المبايض ومنع الذكورة لو ابتدت انها تنشط.
طيب نرجع تاني للواي بتاعتنا، ونرجع تاني لأساس أساسا كل العمليات دي، كل الجينات دي اللي هي هتبقى الكبيرة بتاعتهم ال SRY. وده هنا عندنا ان زي مثلا ما اتكلمنا ان ال XX مع ان ال SRY اتفعل، معناها كده ان هو هيبقى عنده كلها جينات ذكورة، وده طبعا هيخلي عنده الأعضاء، وده هيخلي عنده الهرمونات، وعلشان كده هو بيكون ذكر. فلما بيحصل عندنا تفعيل في الواي بيبدأ الجين ان هو يدينا اوامر مشتركة، وعكسها لما بتكون اكس واي بس الاس ار واي مش متفعل، يعني الواي بتاعت الاكس دي مش متفعلة، بيحصل ايه؟ حساسية للاندروجين اللي هو هنرجعنا تاني للموليري. كل اللي احنا اتكلمنا عليه من جينات ده مش بيبقى بيتطور، فالواي هنا مش بتتفعل، والأوامر الجينية هنا كلها هتبقى لأنثى. زي ما قلنا من حيث ال XY وال XX ان بعض الخلايا بتاخد ده وبعض الخلايا بتاخد ده. طب هنا هيرجعنا ان الشخص أنثى ولا ذكر، هيرجع لأعضاء وتفعيل الهرمونات. كانت الأعضاء دي الخلايا بتاعتها أنهو أكتر، وكل اللي عندهم اختلاف في الكروموسومات بيكون كمان عندهم تغير عن الشكل الزائد في الهرمونات وفي الخلايا من حيث موضوع الجينات، وأكيد من الأعضاء. يعني أعضائهم ممكن تبان مطموسة، أو ممكن تكون خفية، أو ممكن يكون عندهم العضوين، وهنتكلم دلوقتي يعني إيه ده. هنا الحالات اللي بيكون فيها رحم، علشان اللي بيقولوا الراجل ينفع يخلف، اللي هو لو الراجل مختلف كانترسكس بأي شكل بقى من الأشكال اللي لسه هنتكلم عليهم، أو إن هو يعرف نفسه كراجل، أو إن هو متحول ينفع إن هو يخلف. خلينا نشوف بشكل علمي نفهم إيه اللي بيحصل. عندنا 3 أنواع بس من اللي احنا متكلمين عليهم، اللي هو مش XX امرأة عادية، اللي هو بيبقى فيهم أساسا خلل عضوي. هنفهم يعني ايه اللي انا بقوله ده. دول بس اللي بيبقى ممكن عندهم رحم. عندنا اول حاجة ال BMDS اللي هو بيكون XY، يبقى احتمال عنده رحم داخلي، لكن مستحيل يكون فيه بويضات، يعني لازم علشان يحصل حمل يكون تخصيب غير طبيعي. طيب الرحم نفسه بيكون كامل؟ لا، الرحم ما بيكونش فيه القابلية ان هو يشتغل بالشكل الطبيعي. يعني حتى لو حصل تخصيب خارجي من بويضة خارجية وحيوان منوي خارجي يتحطوا في الرحم، مش هيحصل حمل. في نوع تاني اللي هو ال DSD اللي هو بيكون زي ما قلنا بعض الخلايا XX وبعض الخلايا XY. الجسم ما بينتجش بويضات كاملة لو عنده بويضات، ولو في رحم سواء مكتمل أو غير مكتمل ما بيكونش جاهز للحمل في الحالتين. يعني بيبقى أقرب أكنه عضو مجرد شكل، وبيكون كمان في عيوب. يعني مش بس في الحالتين دول، لا، في الحالات كلها اللي اتكلمت عليها بيكون الأعضاء مختلفة عن الطبيعي، لأن زي ما قلنا الجينات اللي اتكلمنا عليها والهرمونات كمان اللي ليها تأثير ولسه هنتكلم عليها، هي ليها الجزء الكبير من التشكيل وكمان من الإنتاج غير الشكل الخارجي. غير عندنا الاكس واي اللي هو بيكون الجسم انثوي، نفس الموضوع بيكون في رحم سواء مكتمل او غير مكتمل ولكن غير جاهز ان هو يحمل طفل، وما بيكونش فيه بويضات. فالحالات دي كلها اللي اتكلمنا عليها بتكون عقيمة، وبيكون اعضائها التناسلية مش شغالة بنفس الشكل اللي ما فيهوش خلل. يعني اكذوبة ان في راجل خلف مش موجودة. طيب في اي حالة ان راجل فيها خلف؟ لا، بعيدا عن شكل فكرة التلقيح الصناعي اللي هو اساسا مش هينفع جوه جسم الحد. طيب ينفع ان ينقله لحد رحم؟ ما ينفعش. جربوا نفع على جسم راجل ان هو يبقى عنده رحم؟ ما ينفعش. ده لان الجسم نفسه ما بيكونش جاهز او معد ان هو يشيل جنين ويحصل فيه كل التفاعلات اللي بتحصل، مهما كان الهرمونات، مهما كان الجينات، مهما كان اي حاجة من الحاجات دي. فالحالة الوحيدة اللي ممكن نسمع عنها عن ايه ده راجل بس حامل، ان هو يكون بنت ترانس لانها تبقى راجل بس ما شالتش الرحم وسابت اعضائها. غير كده مفيش اي حالة لراجل خلف او عنده القابلية ان هو يخلف، او لحد النهاردة بالتدخل الطبي العلمي في اي حالة ان راجل ينفع يخلف. ولو حصل ده في المستقبل هيكون كله بشكل تدخل طبي غير طبيعي. هنتكلم هنا على الاعضاء والموليري علشان هما مرتبطين ببعض.
وهنفهم منها اكتر الموضوع. اتكلمنا عليه قبل كده وهو مضاد الموليري، ده اللي هيرتبط معانا بالاعضاء لانه هو هرمون مهم، والهرمون ده بيمنع ان هرمونات تانية تبقى موجودة او بيخليها موجودة. اتكلمنا عليه كتير فمش هندخل في تفاصيل قوي. وهو هرمون ال AMH، وده اللي بيمنع تكوين الأعضاء الأنثوية. فالهرمون ده لو هو شغال أو فعال، الغدة اللي هي الخصيتين أو المبايض لما بتبدأ تتكون على حسبها المولر ده بيشتغل أو لأ. لو بيشتغل بيكون في الإكس واي بيهدم قناة مولر، لو في الإكس إكس بيسيب القناة. في ناس بيكون عندها خلل، فعلشان كده بيتكون لها ممكن اكس اكس يتكون لها خصية، وطبعا الهرمونات بتختلف، او بيكون زي حالة الاكس واي اللي بيتكون له رحم اللي هو برضو بيكون فيه خلل. طيب بما اننا اتكلمنا على ان هو في تغييرات احنا بنشوفها قدام عينينا وبتعمل لنا كمان تغييرات خارجية، معنى كده يرجعنا لنقطة الميول. طبعا اتكلمنا كتير جدا جدا جدا، اللي عايز يشوف فيديوهات الميول يشوفها عشان بشكل دقيق قوي، اتكلمنا في تفاصيل كتيرة. هنا اهو حاجات بتثبت لنا ان ده غير وخلى الشخص مختلف. طيب خلينا الاول نقول ان الاشخاص اللي احنا اتكلمنا عليها دي، من اول اختلاف الكروموسومات لبعد كده الجينات لبعد كده الغدد لبعد كده الاعضاء والهرمونات، في الاختلافات دي كلها هل الاشخاص دي بيطلعوا عرفين نفسهم بان هم ازدواجيين او ان هم غير معرفين او ان هم حاجة غير نفسهم؟ يعني مثلا مثال الاكس اكس واي اللي اتكلمنا عليه اللي هو بيطلع ذكر، هل بيعرف نفسه علشان عنده اكس اكس فممكن يكون عنده حتة الاختلاف دي او هرموناته مختلفة او اعضاؤه مختلفة ان هو انثى، او ان هو غير معرف لان هو انترسكس؟ لا، خلينا نوضح حاجة. الاشخاص اللي بيكون عندهم الكروموسوم مختلف، جيناتهم بتبقى متماشية مع الأعضاء، متماشية مع الهرمونات. الناس اللي بيبقى عندهم مشكلة في الغدة اللي هي الهرمونات، بيكون كل حاجة تانية متماشية مع بعض. يعني المشكلة عندنا هنا بتبقى في حاجة واحدة، فاهمين؟ فعشان كده بيبقى سهل الواحد معروف هو ايه. فمن حيث كده أي حالة من اللي أنا اتكلمت عليها دي بنسبة 95% بيعرفوا نفسهم بنفس الحاجة اللي هم فيها. يعني زي ما قلنا الاكس اكس واي هيعرف نفسه ذكر، الاكس اكس اكس هتعرف نفسها انثى، الاكس اكس لان احنا قلنا طبعا ان الجينات هي اللي بتخلي كل حاجه مختلفه، وطبعا الشخص من اول حياته هو شخص مختلف، كل حاجه فيه هتبقى انثى. مثلا حاله الاكس واي اللي هي بتكون كل حاجه فيها من حيث الجينات لكل حاجه تحتها بتكون انثى، بتعرف نفسها انها انثى، بتعيش حياتها كانثى. طيب بالنسبة لميولهم، طب ما هو ممكن ده يخلي ميولهم مختلفة لان هرموناتهم كمان مختلفة، واحنا اتكلمنا موضوع الهرمونات والجينات والاعضاء، احنا اتكلمنا الحاجات دي بتخلي شخص مختلف. فممكن تخليهم مثلا ميالين للجنسين او تخليهم ميالين لنفس الجنس، صح؟ لا، بيطلعوا مغيرين. طيب حاجة تانية بقى مهمة، اكيد الاشخاص دي بيكونوا عايزين ان هم يعملوا عمليات يغيروا من شكلهم ويتحولوا. لا، برضو بهرمونات مختلفة، بجينات مختلفة، بكروموسومات مختلفة، بأعضاء مختلفة، ما بيحصلش كده. مش دي الناس اللي بتبقى متحولة، فمش هي الناس دي اللي بتعرف نفسها بشكل مختلف، او هنقول اهو علشان كده ميوله مختلفة. طيب بعيد عن الحتة دي، انتي كده دخلتي في موضوع تاني. احنا بنتكلم دلوقتي على اللي ميولهم مختلفة. طيب ما هو قلنا مش هيكونوا من فئة الناس دي اللي أساسا فيهم اختلاف. طب ثواني، ما هو ممكن يكون فيهم اختلاف هرموني أو اختلاف كذا أو اختلاف كذا. ممكن ترجع تبص على الفيديوهات بتاعة الميول هتفهم أكتر إن ما بيكونش فيه أي حاجة من الاختلافات دي، ودي كلها بروباجندا علشان تروج لحاجة هي أساسا مش موجودة بشكل علمي بشكل طبي. وابحث بنفسك، ومش كلامي ده، كلام العلماء نفسهم والأطباء. لكن هم بيعيشوا على نسبة اللي هو يمكن في المستقبل نعرف ان في حاجة. ومع تطور العلوم ومع تطور الطب ومع ان احنا عرفنا حاجات زي كده، كروموسومات وحاجات مختلفة واكس واي واكس اكس وحاجات اساسا مش بنشوفها يعني، ومع ذلك هم متمسكين بحاجة مش موجودة. مش هننكر ده ومش هننفيه. طيب ثواني، حاجة تانية مهمة، ما احنا قلنا ان ممكن الحاجات دي تكون حصلت في الطفولة وبعد كده اتغيرت.
فهي مش باينة عندنا. تمام. زي ايه؟ زي الكروموسومات. زي ايه؟ زي الجينات. طيب يعني الحاجات دي حصلت في الرحم واتغيرت، واللي باين منها ايه؟ اللي باين منها خلل كبير ينفع كمان نشوفه بعينينا، مش خلل اللي هو حاجة محتاجة تحاليل دم والموضوع ده. حاجة حرفيا بتبقى خلل من اول الاعضاء ومن اول الهرمونات. يعني انت من اول ما الشخص ما بيتكلم صوته مختلف، من كل حاجة مختلفة. طيب ثواني، ما هو في مثلا رجالة بس صوتهم انثوي شوية، خفيف شوية، لا دي حاجة تانية خالص، مختلفة خالص، ملهاش اي علاقة وملهاش اي تدخل بان الشخص ده ميوله بيبقى ايه. تمام. لان الناس هم عاملين ستاندرد اللي هو الشخص ده صوته يبقى كده والشخص ده يبقى صوته كده، وده ملهوش اي علاقة باي حاجة. وتاني ابحث وشوف دراسات وشوف الكلام ده كله. فهنا عندنا ده حاجة وده حاجة. ده حاجة مثبتة وبنشوفها ومؤثرة كمان، مش مجرد شكل خارجي، لا، مؤثرة كمان ان بيبقى فيه مشاكل صحية، مؤثرة كمان ان فيه هرمونات مش شغالة او هرمونات شغالة بشكل مختلف، وحاجات كتيرة زي ما اتكلمنا حساسية الاندروجين اللي بتبقى عند معظمهم، وكمان موضوع العقم. يعني من الاخر عندنا سواء من اختلاف الكروموسومات اللي اتكلمنا عليهم، ومن التلاتة كمان المختلفين اكتر شوية اللي هو يمكن يحيرنا احنا هيبقى تأثير الجينات فيهم داخل. حتى من دول هنلاقي فيه ولد وبنت، مش حاجة كمختلطة. وتاني احنا هنا مش بنتكلم بالشكل الستاندرد اللي هو ده المفروض يكون كده وده المفروض يكون كده، بس قصدي على الحياة اللي بيعيشها الشخص، النسب الطبيعية اللي بين البشر وبعضهم، والأسباب اللي احنا اتكلمنا عليها برضو في الميول وفي الحلقات اللي فاتت. ودلوقتي هنتكلم أكتر زي العنوان بتاعنا عن الهوية. وده هيرجعنا لنقطة مهمة شويتين، ان في حاجات معينة ان حتى باختلاف الدي ان ايه، باختلاف الكروموسومات، باختلاف كذا باختلاف كذا باختلاف الهرمونات، كل الحاجات دي حتى الاعضاء ان بتكون اساسية. وده هيرجعنا تاني لنقطة الابيجيناتكس. تمام. والجين نفسه بيبقى عامل ازاي، لان الجينات زي ما اتكلمنا هي من تاني اهم حاجة، ومش تاني اهم حاجة لان الكروموسومات اهم منها، لكن لان الكروموسومات هي اللي بتحدد من الاول الحاجة دي المفروض هتكون ايه. بعدين طبعا التدخلات التانية هي اللي بتعمل الاختلاف، التدخلات اللي احنا بنشوفها بعينينا ونشوف كمان تأثيرها، بتفضل مع الشخص طول عمره، مش فترة وبعد كده بتختفي، ومع الاختفاء ده بتفضل مع حياة الشخص. زي ما اتكلمنا طبعا على الحاجات المهمة في الأعصاب، في الدماغ، في التكوين، في الخلايا، اللي هي بتكون ما فيهاش تغيير، ما ينفعش أساسا ان يحصل فيها تغيير، لأن لما بيحصل فيها تغيير هي كده الشخص مش موجود حرفيا. او النوع التاني اللي هو برضو قعدنا نشرح بكل تفاصيل في الاجزاء اللي فاتت، اللي هي بتعمل لنا ايه؟ خلل بنشوفه بعينينا وبيفضل معانا. طيب بالنسبة لموضوع التغيير، ان انت بتغير شكل اعضائك، بتاخد هرمونات معينة مختلفة علشان تبقى شخص تاني، او حتى علشان تمحي شخصيتك خالص، زي اللي مثلا بيبقوا مش عايزين يكونوا ده ولا ده، فبيعملوا التعديلات بحيث ان هم يكونوا مختلفين عن ذكر او انثى اصلا. سواء ده او ده، زي ما لسه متكلمه دلوقتي، ان فكره انت مهما غيرت من حاجه اصلك موجود. واصلك هنا ان احنا طبعا بنتكلم على اللي مين بيغير وبيعمل الحاجات دي، الشخص اللي مش انترسكس، الشخص اللي اساسا ما فيهوش اللي هو تغيير هرموني مع تغيير، او يعني تغيير هرموني او تغيير كروموسوم او تغيير جينات او لان طبعا قلنا الحاجات دي بتبقى ظاهره معانا. فالشخص اللي ما بيكونش فيه الحاجات دي فهو اساسا بيكون كروموسومات مثلا ذكر، جينات ذكر، هرمونات ذكر، وبعد كده بيتحول لانثى او بيتحول لحاجه غير معرفه، ان هو يطمس خالص جنسه كذا ولا كذا. مهما اتغير شكل بيكون حتى مع التغير الهرموني مش بيغير من التأثير الهرموني على الجسم، لان خلاص الشخص اتكون بالهرمونات الأصلية اللي جابيها. دي حاجة. تاني حاجة، مهما تاني تغير الأعضاء مثلا مش هينفع يبقى عند راجل رحم، ومش هينفع ان هو يبقى شغال. يعني نفس فكرة ان شخص هيغير لون عينه، وطبعا العمليات دي ابتدت تنتشر جامد دلوقتي، ده هيغير من الشكل، وممكن كمان يكون شكلها طبيعي بشكل فظيع اكتر من الناس اللي شكلها طبيعي. ولكن لو الشخص ده قرر ان هو يخلف، اطفاله هياخدوا من جيناته الاصلية. فاهمين؟
يعني ده مش بيتأثر ولا يتجذر جوه الشخص. دي بتكون حاجة من كذا شكل، لان غيروا اسمائها مع الوقت. من حيث البودي ديسمورفيا، الجندر دايسفوريا، ممكن يكون حاجات كتيرة، ممكن يكون تقبل الذات، ممكن يكون مشاكل. وخلينا نبص على نقطة مشاكل. كذا دكتور بيتكلموا ان الاطفال لما بيجولهم جندر كونفيوزنج مفيش ولا حالة واحدة الا وبيبقى عنده adversive childhood experiences. ومن قرار التحول بيكون السؤال للاهل: انت تفضل يبقى عندك بنت ولا متحولة؟ Always something, and many times many things that have happened to the child to really mess them up in terms of their sense of safety, what's real, what they're trying to suppress and not have to think about. I haven't seen a single kid come to my office who is gender confused, if you will, who has not had this kind of what we call adverse childhood experiences. Transitioning has become so common. The next thing you have to do is you have to postpone the puberty, because the puberty is something horrendous for a child like this. That's when our fundamental beliefs about the world are formed. That's when we develop either positive or negative attitudes towards ourselves, towards our possibilities. I think it's all happens in the template of childhood. And later on, how we deal with adversity that comes on later on is very much conditioned by how we were first raised in the first place. ال AES بيسموها هنا اللي اتكلمنا عليها دايسفوريا. الناس بيحاولوا يقنعوا ان هو ده مش حاجة من البيت، دي حاجة بيولوجية جوه تكويني. طبعا زي ما اتكلمنا على الشكل البيولوجي، وانت حاولت ان انت تخرجه من اختلافه ده، انت حرفيا بتأذيه، انت بتدمره. اكنك مثلا بتجبر انسان ان هو يتكلم زي القطة وياكل زي القطة ويعيش زي القطة وهو عايز يبقى انسان، فاهمني؟ egregious lying. انت ما بتعملش كده مع الميديكال ثيرابي. الفكرة هنا ان لو قلنا ان كل حاجة انا حساها هي الحاجة الاصلية الطبيعية، تمام؟ انا ممكن دلوقتي اكون حاسة اني جعانة فاقوم اكل، صح؟ عادي جدا، ده مثال بسيط. طيب انا ممكن اكون حاسة دلوقتي ان في واحدة تانية انا قاعدة جنبي وبتكلمني. طيب انا بتكلم عن حاجات واقعية بجد، حاجات مش بس الشخص حاسسها، هو حرفيا حياته كلها بيتعامل على الاساس ده، لان هو بيكسبيرينس الحاجة دي، مش مجرد فيلينج، ده اكسبيرينس عايش فيها. ممكن اكون بتخيل ان كل الناس في الشارع بتكرهني وعايزين يأذوني، فانا مش هنزل الشارع. طبعا لما انت تحاول تجبرني ان انا انزل الشارع غصب عني، او ان انا ابطل ابص جنبي واكلم اللي جنبي اللي مش موجودة، انت طبعا بتأذيني وبتجنني اكتر وبتحسسني كمان ان انا عايزة ابعد عنك اكتر. في حاجة مهمة، كنت بتفرج على فيلم مش فاكرة اسمه، هكتب اسمه، جميل جدا، بيبين شكل الزهايمر مع الخرف، وازاي ان حرفيا الشخص بيبقى 100% الحاجة بتحصل قدامه ولسه حاصلة دلوقتي حالا، والاكسبيرينس كلها حية قدامه، شكل، صوت، صورة، ملمس، كل حاجة. وبعدين ان هو يكون عايش في وهم في دماغه. مش بتكلم ان كل حاجة وهم، بس بتكلم ان حرفيا الوهم ده، يعني ده من الافلام اللي تعبتني جدا. يعني انت شايف ان ما هو كل حاجة بتحصل، ازاي ما حصلش؟ لو واحدة عندها انوركسيا، يعني شايفة هي ما بتاكلش وموقفة اكل وشايفة نفسها انها تخينة وعمالة تقطع اكل اكتر واكتر، انت مش هتطبطب عليها وتقولها انت صح، طالما انت حاسة كده يبقى انت صح، كملي وما تاكليش علشان توصلي للجسم المثالي اللي انت عايز توصلي له، ويا ريتها هتوصل للجسم اللي هي عايز توصل له، لان هي في دماغها هتفضل عايزه اكتر 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 اكتر. وانتوا عارفين او مش عارفين الحالات دي بتنتهي بايه، وبيبقى بعد يعني كل ما المرحله تتطور اكتر صعب ان الواحد يرجع اكتر، لان خلاص كأنك بتقفل حاجه. فكل الحالات دي حالات احساس، ومش احساس بس، انا كمان بقولك على الخرف ان حرفيا الحاجه بتحصل قدامك، صح؟ هل علينا ان احنا نجبر الناس دي ونقول لها لا انتي غلط والمفروض تتحطي في مصحة عقلية وكده، ولا علينا ان احنا نسقف لهم ونقول لهم طالما انت حاسس كده انا معاك علشان انا بدعمك انت، مش بدعم الحاجة اللي انت بتعملها، انا بدعمك انت علشان انت ليك الحرية ان انت تختار وليك الحرية ان انت تشوف زي ما بتشوف. الفكرة هنا ايه؟ انت لو بتشوف حد بيأذي نفسه، على الاقل هتحاول ان انت تشوف ايه سبب الحاجة دي، وهتحاول ان انت تعدل من الحاجة الأصلية، مش مجرد ان انت تلبي الإحساس. طيب في حاجة تانية مهمة،
انا بتكلم كده علشان احنا نشوف حبايبنا ونشوف هنتصرف معاهم ازاي. دي حاجة جميلة جدا، حاجة رائعة، بس المحتوى بتاعي اصلا كله من اوله لاخره مبني على ازاي انت تتعامل مع نفسك. انت المفروض اقرب حد ليك، وانت المفروض اول حد تحكم على نفسك، واول حد تشوف احتياجاتك بالشكل الصح، وتفهم نفسك بالشكل الصح، وتوصل للاساس بالشكل الصح. فدي الفكرة من الكلام ده اصلا. طيب ثواني، وخلينا يعني نقول حتة كده ونرجع لها تاني بعدين. في ناس كتيرة متحولة، وفي الاول عادي طبعا يعني هتمر بمشاكل مش عارفة ايه الكلام ده كله، بس هي حست ان خلاص حتى لو مش 100% التحول اتعمل، ان ده كان اصلها، وهي المفروض كانت تتولد كده، وان هي حققت الحاجة اللي هي عايزاها ومرتاحة نفسيا كمان، وان هي كده ابتدت تعيش فعلا من الاول. دي حاجة جميلة جدا طبعا. في حاجة انا شفتها من فترة، I don't have any regrets taking my vision. I believe I should have been born blind, and I'm happy the way I am. واحدة قالت انا المفروض كنت اتولد عمياء. هي بتشوف عادي جدا، نظرها عادي، حلمت تقريبا بحاجة كده، وفعلا عملت نفسها. ومن ساعتها وهي مبسوطة جدا، وقالت انا كده حققت الحاجة اللي المفروض انا كنت ابقى فيها في الاصل يعني، وكده انا بقيت نفسي ومرتاحة نفسيا وكده تمام. انا كنت المفروض اصلا اكون كده من الاول، بس اكنها كانت غلطة ان انا جيت بالشكل ده. وحاجة زي كده قرار كبير، فان حد كان يعمل قرار كبير زي ده وما يبقاش عايز يتراجع منه، دي حاجة برضو يعني مش مجرد عزم. انت كده ممكن تحلف ان لا، هي فعلا كانت المفروض تتولد كده طالما هي عندها الراحة النفسية دي. It's just so funny to hear somebody say, like, I was comforting myself with the idea of, like, I'm going blind, it's all okay. When, like, in my mind, when I was going blind, it was like, I'm going blind, this is not okay. فخلينا نبص لها احنا بالشكل الكبير، دي حياتها وحاجة خاصة بيها، لكن هل هي حاجة منطقية كفاية ان كانت المفروض يحصل كده؟ اصل احنا هنا مش بنتكلم ان انت هتغير شكل مناخيرك، مش هتغير تسريحة شعرك. Hard time sitting so close to someone who traumatized herself, who damaged herself. We took an oath in medicine to help people. We see horrible tragedies every single day as doctors, and people who would give anything to go back and restore their vision, their health. My heart is beating out of my chest. I can't even make sense of the emotions I'm feeling, because to hear someone say, I always felt I should be blind. Well, I've always felt I should be the Queen of England, but I'm not going out to become the Queen of England. انت حرفيا بتشيل حاجة كاملة، وظيفة موجودة في جسمك. طيب انا بتساءل عن هويتي، هل التساؤل بيساوي المرض؟ لا. طيب هل ان انا خلاص اخد الاكشن بيساوي المرض؟ لا. طيب هل ان انا ابقى مؤمنة قوي بالحاجة دي وخلاص هموت واعملها سواء هعملها ولا لا، ده يعني المرض؟ لا. احنا كلنا بنمر بحاجات، بنمر ايه، احنا عايشين عشان نمر بحاجات اصلا في حياتنا، حلو ووحش وكل حاجة، وكل حاجة من دول بتأثر علينا، وكل علاقة بسيطة بتعملها مع حد بتأثر عليك بشكل معين. الفكرة ان احنا دايما مع كل حاجة بناخدها، كل قرار، كل احساس قوي، احنا لازم نرجع ونسأل نفسنا انا ليه حسيت الحاجة دي. وانت مثلا ممكن تقول بس من وانا صغير كنت عندي نفس الاحساس ده، من اول ما ابتديت اعي وانا كنت عايز اعمل كذا، من اول ما هو ده برضو بيرجعنا لنقطة اكبر واكبر كمان. انا ليه من الطفولة حسيت بالشعور ده، وانا ليه فضلت معايا من الطفولة؟ هل معناها علشان هي اساسا كانت حاجة فيا، ولا علشان تطورت وتأصلت؟ لان زي ما بنقول طبعا وزي ما قلنا كتير ان موضوع لما الحاجة بتبدأ معاك في الطفولة ده كده معناها هي ممكن نضيفها بعد ما قلنا هرمونات، ممكن نضيفها بعد اخر حاجة من كتر قد هي متأصلة. لان البيئة زي ما اتكلمنا هي من اكتر الحاجات اللي بتأثر عليك، زي ما اتكلمنا على النيوروبلاستيستي اللي هي المرونة العصبية، وزي ما اتكلمنا على الابيجيناتكس وحاجات كتيرة طبعا. فاحنا دايما لازم نشوف ايه اللي اثر، وازاي اثر، وليه اثر معانا احنا بالشكل المعين ده. نكمل كلام كذا دكتور اللي كانوا بيكلموا على موضوع الدايسفوريا، ان بيكون في اهمال عاطفي او جسدي، ان بيكون في عنف او انعدام امان، اعتداء، ان الشخص يكون عايش مع حد مدمن او شخص مريض، او مكان فيه توتر، او مكان فيه اختلاف شكل النظام. يعني مثلا كان البيئة بشكل معين، في ناس مثلا برضو شفت كذا حالة موضوع الهوردنج، بيعيشوا مع حد عنده وسواس ان هو يجمع حاجات، وان هو ما يعرفش ينظف، وان هو يكدس، ويبقى كأنه
مهمل بس بشكل مرضي. طبعا الحالات مع نرجسيين. وهل نكتفي بالحياة دي؟ طب ما هو في ناس ممكن تشاور عليهم وتقولي ده ما مرش بحاجة في طفولته، رغم ان مش احنا اللي بنقرر، وهو نفسه ممكن يقول على فكرة انا ما مرتش بحاجة في طفولتي. دي حاجة مهمة بقى ان احنا نصارح نفسنا وان احنا نشوفها بشكل احسن. في ناس مرت بتنمر، وخلينا نرجع هنا لنقطة بسيطة جدا كنا لسه بنتكلم عليها، نقطة ان شخص عنده هرموناته مختلفة عن اللي حواليه بس هي ما فيهاش خلل. زي ان شخص ذكر يكون صوته ناعم، او يكون طريقة مشيه مختلفة، او بنت تكون متربية مع اولاد فهي بتلبس لبس ولادي اكتر وبتتكلم باسلوب ولادي اكتر. دول طبيعيين عاديين، لكن كالاختلاف بيننا كبشر. وتاني هترجع لي حاجة بسيطة، البيئة اللي اتربى فيها شكل كذا شكل كذا، ترجع للحاجات البسيطة دي، وتاني لاختلافاتنا الطبيعية. لكن ودي الحاجة الجميلة اللي حد سألني قبل كده، التوحد طيف؟ مش التوحد بس هو اللي طيف، لكن احنا بنسميه طيف علشان نفهم الناس ان هو مثلا مش زيه زي مرض كذا او تعب كذا اللي هو كل الفئة اللي فيه لازم تكون بشكل معين. لا، في اختلاف. احنا كمان بنقول على اي حاجة بيننا وبين بعضينا طيف. يعني اختلافك بينك وبين شخص بتربي معاك بنفس الشكل بنفس الجنس بنفس كل حاجة، انتوا بينكوا طيف، اختلافاتكوا فيها اطياف. طيب نكمل بالاختلافات دي، وان الشخص يكون مختلف كده ممكن يحصل له تنمر، طبيعي يحصل له رفض لان كلنا هيحصل لنا رفض. ممكن ان هو يبدأ من الحاجات دي كلها او يحصل له اعتداء او غيره. ممكن من الحاجات دي كلها يبدأ ان هو يحس ان السبب اختلافه في شكله، في تصرفه، في طريقته، في اسلوبه، في هرموناته. ممكن ان هو زي ما قلنا فكرة ياخد الحنان من شكل معين، ممكن الشكل ده من صحاب، ممكن الشكل ده من اكتر من صحاب، ممكن الشكل ده من اهل من جزء معين، ويبدأ ان هو يكون شخصيته او يكون الانسكيورتيز بتاعته من حلو او وحش بأي شكل، ان هو يبدأ يبقى عايز يكون مختلف، علشان لو هو بقى مختلف هيوصل لنفسه، هيوصل لحقيقته. لان اذا كان هما بيتريقوا على الحاجة دي فاكيد مش دي حقيقتي. او ابدأ بالعكس، طب دي حقيقتي بقى، انا هبقى عايزة ابقى الحاجة دي. زي ما شرحت برضو في الميول ازاي بتختلف، ان احنا الاتنين مرينا بنفس الحاجة بس انت بتبقى حاجة وانا ببقى حاجة، انت بتعمل اختيار وانا بعمل اختيار تاني مختلف. فطبعا هنتكلم ان الحاجة دي الاساس بتاعها فين؟ في تطور الجهاز العصبي، لان احنا بنتكلم على انت ابتديت تمر بحاجة حاجة من وانت صغير، فده بيغير البيئة نفسها اللي انت محاط بيها، صحابك نفسهم، الفكر اللي حواليك، الحاجات اللي بتتفرج عليها، كل ده هيبدأ واحدة بواحدة ان هو يشكل جهازك العصبي. وزي ما قلنا تاني مليون ألف مرة، جهازك العصبي من وانت طفل لحد تقريبا 6 سنوات ده بيكون حرفيا هو بس عمال يستقبل 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 علشان يتعلم كل حاجة. فلما هو في 6 سنين بياخد حاجة، وبعد كده هنكبر اكتر، وبعد كده هنكبر اكتر لحد اعتقد كان سن 17، لا لحد 25، لحد 25 انت جهازك العصبي عمال ياخد 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 طبعا بشكل اكبر وبشكل تفاعل اعمق، وبعد كده انت بقى بتعيش حياتك بالشكل ده. فانت في الفترة دي كلها انت بتستقبل بس، وطبعا بتقل حاجة 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 لحد ما ايه تبدأ خلاص، يعني هو مش محتاج ياخد حاجة تاني، فاهم؟ هو بقى بيشتغل على نفسه. فدي هنا المشكلة بتاعتنا، لما انت خلاص حطيت كل حاجة في كورة كده وسايبها هي بقى ايه بتقلب نفسها، طب فين الجديد؟ طب انا ازاي اصلا هشوف اي حاجة تاني بره الكورة دي؟ وده كل اللي انا شايفاه. الحاجات دي كلها مش بتسبب بس اضطراب هوية او بتسبب بس احساس ان انت مختلف او الكلام ده، بتعمل توتر، بتعمل اكتئاب. وده طبعا الحاجات اللي كلها هتلاقيها ده بيجي مع ده، بيجي مع ده، بيجي مع ده. حتى لو انت بتاخد القرار وانت مبسوط هتلاقي ده جاي مع ده مع ده مع ده، لان كل حاجة متعارضة. مشاكل علاقات هيجي معاه امراض من ضغط اجتماعي. الجزئين اللي بيكون عندنا اكتر حاجة حسية في العصب، الليمبيك سيستم والبري فرونتال كورتكس.
اللي هو مسؤول عن السرفايفل مود. نرجع تاني لشكل ان الشخص بيبقى حاسس انه مختلف، بيبقى مؤمن ان هو مختلف بحاجة، وكمان بيغير فكرة الايدنتيتي بتاعته، حتى لو مش شرط تغيير جسدي، هو بيكون تغيير نفسي سيكولوجي. في مجموعة ناس بيسموا نفسهم الفيري بيبل، اللي هو ايه؟ اللي هو شايف نفسه ان هو حيوان، او عايز ان انت تعامله اكنه حيوان، ارنب، كلب، قطة، ايا كان، بلبس، بشكل، بطريقة، بكل حاجة. وحتى ان في حالات ان مثلا اطفال بيلاقوهم بينونوا في مدرسة، بعد كده لما يستدعوا اوليائهم بيقولوا لا عشان هو اساسا قطة. فاللي هو موضوع كده. And if anybody's got a problem with it, then you've got a problem with me, because this is the world that we can identify in as anything we want to be. If men can be women, women can be men, my child can be a cat. So now we are seeing kids that are identifying as animals going to school, and they are purring instead of answering questions, and they meow. The teachers are not allowed to question it. You have kids who are going to school and they're saying, I'm a cat. And the teachers have to affirm them as a cat. Yes. In the UK, we just had a recent case where a 13-year-old girl said she identified as a cat. And then two of her friends said, no, mate, you're a girl, you're not a cat. And the teacher got involved and really told the two girls off and said, they were despicable and they should think about what they said and maybe they should change schools. That's my preferred method of identification. And this is, it's a cat collar. I'm currently identifying as a cat. Fair enough. The information here on the tag, I'm assuming belongs to you, the boyfriend? Yeah, that's so rude. I hope you know I'm recording. Well, it wasn't my intention to offend you, but he just identified as a cat and you're wearing a Harrods Waltz t-shirt, so forgive me if I came to a conclusion that you guys are involved in some sort of a homosexual arrangement. I'm not mad that you think we're together, but you're using gendered language. Besides, I'm not his boyfriend, I'm his owner. طيب احنا هنا بنتكلم على كائنات حية، لا مش كائنات حية بس، في اماكن وحاجات متصورة كده. You guys are allowed to film in here. Oh, she's not filming. She identifies the camera. So. Do you identify as a camera? Could you stop recording? Could you ask him to stop recording, please? Nah, he said as a part of his pronouns, he's cam/lens. Okay. في ناس بيقولوا انا كاميرا، فبيدخل مكان ممنوع فيه التصوير وبيصور فيه، وفي اماكن معينة ممنوع ان هم يقولوا لهم لا. ليه؟ علشان انت كده بتتعدى على حقوقه كشخص، لان هو identified himself as حاجة. الفكرة ان ده الطبيعي وده الصح. انا طالما انا حاسة بحاجة او انا شايفة ان المفروض عايزاك تعاملني كحاجة او ان انا اصلي حاجة، يبقى هي دي الحياة بتاعتي او دي الحاجة اللي هو انت المفروض تحترمها، وحتى لو انا هتعدى حدودي بيها. طبعا مش بكلم ان كل حد شايف نفسه حاجة او ايا كان ان هو بيتعدى حدوده، بس انا بتكلم ان الفكرة اللي وصلت لها هي ايه. زي ما اتكلمت على كل الحاجة اللي بتبدأ فكرة من حد فعلا عايز صوته يوصل، او ان حد يسمعه، او ان هو فعلا حد محتاج مساعدة او محتاج حقه، ان بعد كده بتتحول شكلها لايه، وبتحول لكلنا دخلنا فيها، وبتبوظ اساسا اصلها. وعشان كده هي تبع الاضطرابات الشخصية DSM. خلينا ندخل في كدبة تانية بتتقال، وخليني برضو اخصص مرة اتكلم على ازاي تعرف الحد اللي بيتكلم قدامك ده هو فعلا دارس ولا بيديك معلومة كده وخلاص، وازاي صدقوا او ما صدقوش يعني كمصدر. بيقولوا طبعا ان موضوع الهوية او موضوع الميول بترتبط بيه حاجة في الاعصاب، ده بعيدا طبعا عن كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الميول، واللي هي برضو على فكرة هتبقى زيها زي الهوية هنا، تمام؟ فاللي عايز يشوفها عشان يفهم التفاصيل. بيقولوا ان في الاميجدالا في عصب واحد هو المسؤول عن الاختلاف، واللي هنشوف بوضوح ان حجم منطقة عند الراجل ضعف عند الست. طبعا احنا لسه في كلامهم كل ده. وان الدراسات اللي اتعملت مثلا على شخص مغاير راجل، لقوا ان هي فعلا اكبر من عند الست المغايرة، وبعد كده عملوها مثلا عند ست مماثلة لقوها زي الراجل المغاير، فكده معناها ان فعلا العصب مختلف. فعلشان العصب مختلف معنى كده ان هي ميولها مختلفة، حاجة مش في ايديها لان اعصابها مختلفة. وقفنا هنا؟ لا طبعا، ان كمان الشخص المتحول هو كان ست وقال لا انا راجل،
اتعمل له التحول لما شافوا النقطة دي في دماغه، لقوا ان فعلا دماغه دماغ راجل مش دماغ ست. وان طبعا الهرمونات برضو مختلفة من راجل لست، فالست اللي بيبقى عندها ميول مختلفة بتكون اكتر للراجل وهكذا. وطبعا بيدوا ادلة من الفانتازم ليمب سيستم، اللي هو لو راجل مغاير وهو شايف نفسه راجل عنده سرطان بروستاتا واضطر ان هو يشيل الخصيتين، بيفضل حاسس لوقت ان هو ما شالش حاجة. انما لما راجل حاسس ان هو ست فعمل عملية وبقى ست، فطبعا غيروا له شكل اعضائه، مش بيبقى عنده نفس الشعور ان في حاجة لسه موجودة عنده، بيبقى خلاص كأنه متأقلم على نفسه. وطبعا مش بيحصل له الحاجة اللي هتحصل للشخص التاني، اكتئاب كذا كذا، تغير هرمونات، الكلام ده كله. خلينا نشوفهم نقطة نقطة مع بعض ونشوف الحقيقة ونشوفها بأدلة علمية. اول حاجة الاعصاب دي انا اتكلمت فيها، يعني ما اعتقدش ممكن اول حاجة زيادة اصلا فيها، بس خلينا نشوف ان فكرة ان في عصب واحد هو المسؤول عن الميول زي ما قلنا مليون مرة لا مفيش. وبرضو اللي عايز يرجع يشوف الموضوع، عشان ده اساسا انا عامله له حلقة كاملة لوحده. حجم دماغ الراجل وحجم دماغ الست، قلنا ان مفيش حاجة اسمها كده، ومفيش ابدا اي شخص طبيب او عالم ليه الاحقية ان هو يقول حاجة زي كده، لان حرفيا دي هتبقى كدبة. طيب الدراسات اللي بتقول لنا ان ده حجمه اكبر، ده حجمه اصغر، ده كذا، ده فيه كذا، ده ما فيهوش كذا، من حكاية الدماغ كلها بشكل عصبي بشكل حجم بشكل كل ده، مفيش برضو دراسات بتقول ان كل ستات كده وكل الرجاله كده. واساسا الفروق ما بين الست والراجل طفيف جدا 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 جدا، ما ينفعش ان احنا نقول دي دماغ كذا ودي دماغ كذا. وفي ستات مغايره وهي شايفه نفسها ست بيكون دماغها اقرب للراجل، وراجل نفس الحكايه مغاير وشايف نفسه راجل هيكون دماغه اقرب للست. فمفيش الكلام ده خالص. وحتى لو في، فالمثالين اللي انا لسه بقولهم دول اللي هو موجودين مش من دماغي، دول بيثبتوا نفي التجربة، لان اهو ده موجود كده لكن ميوله كانت عادية، وده موجود وكده وهكذا. يعني من حيث ايدنتيتي او ميول. دي حاجة مهمة نسيت اقولها، ان الميول مرتبط بشعور الشخص، وده برضو مرتبط بشعور الشخص، الاتنين مرتبطين ببعض. وهنرجع تاني ليهم في جزئية بسيطة معينة. الهرمونات برضو اللي اتكلمنا عليها كتير، وبرضو اديتها حقها كويس قوي، فمش هنتكلم عليها كتير هنا. بالملخص كده ان مفيش حاجة اسمها هرمون التستوستيرون ينفع يتقاس بالاستروجين، دي حاجة غلط جدا، لان هما دي كأن كميتين مختلفتين ما ينفعش يتقاسوا ببعض. وحاجة تانية، في رجالة بيبقوا هرموناتهم التستوستيرون اعلى، بالعكس كتير كمان منهم بيبقى ميولهم مماثلة، وهكذا العكس. وهكذا برضو موضوع اللي احنا لسه متكلمين عليه مثلا انترسكس، اللي هو بيثبت لنا اكتر يعني من انا حتى ممكن اقول اي مثال تاني، ان الشخص ازاي مش بيبقى عايز يغير الايدنتيتي بتاعته، وهكذا من حيث الناحيتين. فالهرمونات ملهاش اي علاقة، ده بشكل علمي بشكل طبي وبشكل ابحاث وبشكل كل حاجة، ادلة احنا ينفع نشوفها بعينينا، مش حاجة اللي هو في المستقبل يمكن نعرف او يمكن ما نعرفش. بالعكس الادلة والاكسبيرمنتس اللي هم بيعملوها بتثبت لنا نفي الكلام اللي هم بيقولوه لو دورنا صح. ومش قصدي لو دورنا صح اللي هو في كده وفي كده، انا قصدي لما بنشوف على المعلومة للاخر، وبنشوف هي جاية من مين، وبنشوف التصديق اللي في الاخر والنسب والحاجات اللي انا اتكلمت عليها كلها دي قبل كده. ولسه بقى هنتكلم عن نقطة ازاي نثق في الشخص او لا. طيب موضوع الفانتازم ليمب اللي احنا اتكلمنا عليه، من حيث ده طبعا التجربة بتتقاس ازاي؟ بتتقاس على شخص مريض اضطر ان هو يعمل عملية، فهو لا بيكون مستعد نفسيا ولا هرموناته متظبطه. علشان كده اساسا لما حد بيشيل الخصية او بيشيل الرحم بيكون في مشاكل كتيره، ولازم الشخص يفضل عايش على هرمونات وحاجات كتيره كده. وطبعا بتكون حاجه مؤثره جامد في النفس، فدي حاجه. من حيث الناحيه التانية طبعا بيتعمل التجربه دي لما شخص بيكون بمزاجه وبوعيه وبتخطيط، طبعا لان مش شخص هيصحى الصبح يقول يلا انا هعمل عمليه، بيكون عايز الحاجه دي قوي. بتعمل بعد ما الشخص يعمل عملية، طبعا بيكون متهيأ نفسيا، ودي حاجة مهمة جدا في الطب، مهمة جدا 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 ان الشخص يكون ازاي متهيأ نفسيا، علشان كمان ده بيدي نسبة ان هو يخف بشكل ايه. بيكون الشخص هو عارف هو بيعمل ايه، هو عايز الحاجة دي، مش بيكون متأثر منها يعني نفسيا، هفقد حاجة او حاجة هتغير فيا. غير كده بيكون كمان معمول لهم جدول
هرمونات، ازاي الهرمونات هتتغير وازاي هيفضل يتأقلم على جسمه بشكل جديد. فطبعا احنا مش هنجيب ده لده، واساسا غلط ان هم يعملوا حاجه زي كده، بس اتعملت وبرضو مفيش اي ادله بتثبت ده بشكل ان هو يقول ايوه ده دليل يثبت ان الشخص كان عارف هويته من الاول او الكلام ده كله. فالحاجات دي كلها علميا طبيا بشكل غلط، وفي حاجات بتنفيها ومفيش حاجات بتثبتها. دراسات صغيره، مفيش لارج سكيل. حاجه تانية بنسميها الدبل بلايند، اللي هو بيبقى فيه تحيز. ليه؟ انا ببقى مدخله الشخص واقول له انا هعمل كذا 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 علشان دي تجربه، فطبيعي ان الشخص اصلا هيكون متهيأ للحاجه دي من الحاجه اللي انا بقولها له، مش ليه كانت مفاجاه وانا بعد كده بقول له ها. غير طبعا ان العينات قليله جدا. هنقول ماشي، ما هو ده كفايه بالنسبه لي، مش كفايه بالنسبه لك. مفيش حاجه اسمها كده. شكل علمي لازم ان الحاجات دي تكون عينات كبيره، لازم يكون مفيش تحيز، لازم 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 بشكل علمي، علشان عالم يطلع يقولك 1 2 3 دي الحقائق بتاعتنا. علشان كده مفيش حد طلع قالك 1 2 3 دي الحقائق بتاعتنا. لكن في ناس للاسف ما بيفهموش ازاي يدوروا على حاجه وعايزين يدعموا بس او يعملوا بروباجندا او بيطلعوا يقولوا شفت 1 2 3 معنى كده العلم بيقولك كذا، لكن ده غلط. في نظرية السيكشوال سيلكشن كانوا عاملين تجربة على فستان. كانوا بيجيبوا ولاد صغيرين وبنات صغيرين. الطفل مثلا الولد من هو صغير لسه مش عارف ايه بالنسبه له ايدنتيتي او لا، يجيبوا له مثلا فساتين العاب بنات وحاجات مثلا قطر، حاجات ولاد يعني كوره كده. بيلاقوا ان الولاد اكتر ميالين ان هم يستعملوا الحاجات اللي هي للولاد، والبنات بقى اللي هو اللبس، الشكل، الشعر، التسريحة، الأطفال، اللي هي الحاجات دي. من فكرة ان كل شخص بيكون بطبعه من غير اي تأثير بيئي يعني ميال لفئة معينة، لشكل معين، حتى لو الشكل ده شكل مجتمعي. طيب اللي من طفولته وهو بالعكس حاسس انه عايز يلعب بفستان، عايز يلعب بعروسة، او انه حاسس انه اتولد في وعاء غلط، هنرجع تاني لنفس النقطة الدكاترة اللي كنت بتكلم عليهم، ان مفيش اساسا بداية شعور اللي هو انا حاسس ان انا في وعاء غلط من الطفولة الا لما الشخص بيكون عنده مشاكل. الادفيرس childhood experience اللي انا اتكلمت عليها ده من فكرة الطفولة، ان شخص بشكل عادي بنت تبقى عايز تلعب بكورة او ولد يلعب بعروسة، ده مش شرط معناه ان الشخص ميوله مختلفة. ليه؟ زي ما اتكلمنا الاختلاف الطبيعي اللي فينا. انا بحب اللون الازرق، ممكن ولد بيحب ان هو يلبس بينك، ده الاختلاف الطبيعي ما بيننا، وده مش معناه ان هو الايدنتيتي بتاعته مختلفة او ان انا الميول بتاعتي مختلفة. ونرجع تاني للنقطة بتاعتنا، ان شخص عنده وسواس من حاجة معينة، ان شخص عنده سكيزوفرينيا وبيشوف اشكال وحاجات حواليه وبيسمع ناس عارفها بتجيب في سيرته او بتتكلم عليه وحش، بيسمع ناس في دماغه بتقوله اعمل كذا او اذي كذا. ده كله معناه ايه؟ معناه ان في نقطة خلل، مش معناه ان الشخص شايف الحقيقة، ومش دايما احنا بنشوف الحقيقة. عشان كده حتى بأبسط الاشكال هتلاقي واحدة حلوة بتقول يا انا شكلي وحش، او عايزة اغير لون شعري، او انا صحابي مش بيحبوني عشان انا اوحش واحدة فيهم، وهي بتكون حلوة. احنا مش دايما بنشوف حقيقة الحاجة، بس الاحساس اللي جوه محدش يقدر ان هو يكذبه، ومحدش يقدر يقول لها لا انتي بتستهبلي وانتي حلو. ومش اي حاجة بشكل صح ان شخص يكذب احساس حد، حتى لو علشان يساعده، او ان انت حتى تكذب شعورك لمجرد ان انت بتقمع شعورك. طبعا انا بتكلم على فئة معينة. صحيح خليني اتكلم على حاجة احنا لسه متكلمين عليها، العلاقة بالميول والهوية ايه. في حاجة مهمة هنا لازم نعرفها. اساسا من الطفولة، من بداية ان الشخص يسأل نفسه اي حاجة من الحاجات دي، الطفل مش بيسأل نفسه عن هويته، لان طبيعي زي ما قلنا الطفل بياخد، فهيبقى صعب يبص من جوه، لكن هيبدأ ان هو يسأل عن ميوله. دي البداية بتاعته من خلال علاقاته مع اللي حواليه، من خلال هو ابتدى يشوف العالم ازاي من اللي تصبله. عايزة اتكلم عن نقطة مهمة، وهي
معاناة الشخص. اي شخص عموما لما بيحس ان هو مختلف، وسواء خد قرار في الاختلاف ده او لا، هو بيفضل غصب عنه في دايرة معاناة ودايرة اختلاف. يعني لو شخص حاسس طول عمره ان هو بنت وهو ولد، هيفضل حاسس ان هو مختلف، وهيفضل بيعاني علشان الناس بتعامله حواليه ايه، وعلشان الرفض من حيث ان هو مختلف بعيدا بقى عن هو عايز ايه. وفي نفس الوقت هيبدأ ان هو يقاوم يعني كأنه يستسلم، وده هيأذيه، لان مش هيكون بالطريقة السليمة بأي واحد منهم. وكمان لو خد قرار، طبعا القرار هيبقى صعب جدا، وهيبقى فيه معاناة كتيرة جسدية ونفسية وعقلية. وبرضو بعد ده وفي فترة ده هيكون في انتقادات، وهيكون في مشاكل في العلاقات، وهيكون في حاجات كتيرة برضو صعب عليه. فالمعاناة نفسها دي محدش يقدر ينكرها، والمعاناة نفسها دي تاني بيكون لكل حاجة سبب أعمق ليها، وكل معترف بكده. وخلينا نتكلم على شكل معاناة من حيث ان الشخص اللي كان حاسس انه مختلف، هو حاسس حياته كلها ان هو مختلف، وكان بينتقد وي وبعد كده بقى فعلا مختلف، عمل عملية وغير علشان يحس ان هو طبيعي، وحس لفترة كبيرة ان هو طبيعي. زي امثلة كتيرة، وفي منهم البنت دي 7 أو 6 سنين تقريبا. Trans-identified people really don't like to look honestly and truthfully and fully at detransitioners and our stories, because we punch a hole in the argument inherently. Because you really want to try and tell me that this person was not really transgender, that I took hormones for 5 years just for fun, for no reason. This was also me. I got a double mastectomy at 20 years old. Again, I was transgender. In fact, I was the transest of the trans. I went so far as to live my life stealthily, meaning I didn't even tell people I was trans. I told people I was a man. And I went so far as to believe it myself. So for me, it was a very psychological thing. فضلت متحولة وتحولت كل حاجة، هرمونات، جسم، كل حاجة. وبعد كده في ناس زيها كتير بيعملوا حاجة اسمها دي ترانزيشن، اللي هو بيقلبوا التحويل ده. بسبب ايه؟ بسبب مشاكل نفسية، عاطفية، جسدية، وبسبب ان هم بعد الفترة دي كلها وبعد اقتناعهم ده كله بيحسوا ان لا، في حاجة غلط، انا ما كنتش لحد ده. But at 23, I transitioned to male, and I have lived my life as a man for 8 years. God has put it on my heart 3 times to detransition, but I haven't been able to. I think I was just so caught up in it. You know, I was so caught up in this idea that there are 2 sexes and that gender identity is something that you can choose, and now I no longer believe that. وبيفهموا حاجة تانية مهمة أنا اتكلمت عليها في الأول، إن مهما انت غيرت من الشكل، غيرت من الهرمونات، غيرت من كذا، غيرت من كذا، ومهما تطور العلم ومهما تطور كل حاجة، الحاجة الأساسية نفسها اللي هي لو هي مش موجودة انت مش هتبقى موجود أصلا، هي مش هيحصل فيها أي تغيير. ممكن يحصل فيها تغيير. I'm a biological woman that medically transitioned to appear like a male through synthetic hormones and surgery. I will never be a man. Is it transphobic for me to tell the truth? Why is it that a couple hundred years from now, if you dug up my body, they're gonna go, yeah, that was a woman, had babies. فعشان كده انت بتفضل الحاجة الأساسية دي، سواء انت حاسسها او حاسس انها مختلفة او حاسس انها هي ايا كان. I've had 7 surgeries. I've had 1 stress heart attack. I've had a helicopter life ride with pulmonary embolism. I've had 17 rounds of antibiotics. I had 6 inches of hair on the inside of my urethra for 17 months. Nobody would help me, including the doctor that did this to me because I lost my insurance. I get infections every 3 to 4 months. I'm probably not going to live very long. Was there any real discussion of the risks and the side effects? And No, there's not. And I know that people want to think that there is, but there's not. The truth is that medical transition is experimental. We have studies that said that medical transition helps mental health with kids. They've all been retracted, modified, changed. But the only long-term study tells us 7 to 10 years is when transgender people are the most suicidal. After surgery. But that's transphobic to say. For the first time in history, a marginalized group has a huge dollar sign on the top of their head. وطبعا تاني مع كل تطور الطب وتطور العلم وتطور كل حاجة، وان انت حتى ممكن تقول انا راضي باللي وصلت له ده حتى لو ما وصلتش لأقصى حاجة، ان دايما مش هتوصل لحاجة كافية بشكل طبي ان هو يوصلك للاختلاف اللي هو انت حاسه. من الطبيعي ان كلنا كاشخاص، وبالعكس مش الطبيعي، كمان الحاجه الصحيه والحاجه الكويسه جدا 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 مليون جدا، ان الشخص يتساءل عن نفسه. طبعا زي ما قلنا السلسله دي عن ايه، ومنها طبعا الجزء بتاعنا دلوقتي الموضوع ان الشخص يتساءل عن هويته، انا ايه وانا ليه كده، وافهم اكتر عن نفسي وعن جسمي وعن
وافهم انا عايز الحاجه دي ليه او مش عايز الحاجه دي ليه. لان حتى لو انت عايز الحاجه دي قوي قوي، فده برضو انت لازم تسأل نفسك ليه انا متمسك بالحاجه دي. وطبعا الحاجه اللي هتكلم عليها بعد شويه اللي هي فكره او انت اصلا مش الحاجتين او انت الحاجتين، زي ما اتكلمت في الاجزاء التانية، بس علشان هنا نبقى فاهمين بس احنا بنتكلم على ايه. فكرة تأثير البيئة واللي برضو ذكرتها بكل تفاصيلها. تأثير البيئة بقى والحاجة اللي حواليك وكل ده في الأعصاب وفي كذا وفي كذا وفي كذا، اللي هو حرفيا 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 بتخلق منك شخص تاني. بس معنى كده ان انت خلاص بقيت الشخص التاني ده؟ لا، تاني هنرجع للنقطة الأصلية بتاعتنا، في حاجات بتفضل هي الأساسية. الفكرة هنا ان احنا ازاي بنعرف نمشي في كل ده علشان نوصل للحاجة الأساسية، وازاي ان احنا بنعرف ننهي موضوع الكورة اللي احنا محبوسين فيها اللي انا لسه كنت بتكلم عليها، وازاي انها تنفتح، وازاي ان احنا نوصل للحقيقة، مش نوصل بس اللي هو انا هغير هبقى الحاجة الكذا، انا هغير هوصل للحاجة الكذا، الحاجة اللي الناس بتعملها غلط اللي هو احنا بنحاول نكستريم لاكستريم تاني. لا، احنا هنا بنفتح وبنبص هنا ونبص هنا وبنشوف ما بينهم احنا فين بالحقيقة مش بالأهواء. الموضوع الاساسي هنا اللي محدش بيقوله بالشكل ده يعني، بس فكرة الحب اللي انت خدته من مين وخدته ازاي، او ما خدتوش، او كان ناقصك ايه، او خدته في جانب ايه وما خدتهوش في جانب ايه. ده بيأثر معاك. ده اساسا ممكن نسميها هو شكل كل يتجمع فيها العلاقات، وشكل كل يتجمع فيها التروما، وشكل يتجمع فيه كل حاجة. ممكن بعد كده نقول دي كانت حاجة عصبية، دي كانت حاجة بيئية، دي حاجة غيرت لي في كذا، دي حاجة أثرت في كذا، دي حاجة خلتني اخد قرار كذا. خلينا نركز في experiment اتعملت. She doesn't know it. You see, these people are in on it. So every single time they hear a beeping noise, they stand up. It only takes until about the third time before she folds and stands for no reason. Now here's where it gets really crazy. One by one, each one of the people leave the room. And now she's all by herself. And the same beeping noise goes off and look. She stands. Now they bring somebody new in that was not a participant. Remember, she wasn't a participant. She stands up. At first he ignores her. He asks why. She says everybody was doing it, so she thought she was supposed to. He doesn't quite understand what's going on, but look what he does. He stands. More new people come in, and they all start to stand as well. كانت لطيفة جدا. طبعا في مليون حاجة شبهها اتعملت يعني، بس دي اللي انا فاكراها فهتكلم عنها. في عيادة عادية فيها كذا شخص قاعدين، بس هم كلهم متفقين مع بعض تبع الكاست يعني او حاجة كده، وحد جديد بيدخل عليهم. الحد اللي بيدخل عليهم ده بيكون هو كمان مستني دوره، عايز زي اي حد، وبيكون هو الاخير اللي هيدخل للدكتور. فبيبدأوا ان هم بعد 3 صفارات او حاجة كده الكل بيروح قايم واقف، وبعدين يروحوا قاعدين. ودي برضو حاجة اتعملت كده على الاسانسير، مش عارفة ايه الحاجات كده. فاول مرة الشخص اللي هو الغريب اللي هو اللي بيتعمل عليه اصلا اكسبيرمنت بيفضل قاعد او بيتكسف او بيبص حواليه بيتخض. تاني مرة برضو بيبقى اللي هو ايه مزمزق كده اقوم معاهم ولا لا. وطبعا الناس كلها بتفضل مثلا تبصله، فهو بيحس ايه لا في حاجة غريبة. او حتى في تجارب تانية الناس مش بتديله رياكشن، بس كلهم بيعملوا الحاجة دي، وطبعا انت شايفهم كلهم داخلين زيهم زيك غراب. فتالت مرة الكل بيروح واقف، هو كمان بيقف، وهكذا. وبيفضلوا هما واحد واحد يقل على اساس ان هما خلاص بيدخلوا يعملوا التشخيص بتاعهم او ايا كان، وبعد كده بيمشوا لحد ما يبقى هو لوحده. بتحصل الصفارة دي يعني على 4 مراحل او حاجة زي كده. بيقف في المرات كلها، بعدين بيسيبوا بقى الموضوع يمشي طبيعي. حد تاني يدخل علشان يشوف التشخيص، بس هو بيكون حد هو كمان بيتعمل على الاكسبيرمنت. وهنا بيكون مين الليد بتاعه؟ الشخص اللي هو اصلا كان بيتعمل على الاكسبيرمنت، فهما بس يبقوا موجودين. الصفارة بتعمل 3 مرات، هو يقوم، يروح التاني برضو مستغرب يروح قاعد. الصفارة بتعمل تاني، يقوم، ده يبدأ يستغرب فيروح قايم، وهكذا. تفضل بقى ايه لحد ما يدخل حد تالت، يلاقيهم هما الاتنين بيعملوا كده، يروح عامل كده. حد رابع، كلهم بيقوموا يقعدوا، حد يدخل، بعد كده حد جديد يدخل، وهكذا. فضلت انها تتوارث من غير اساسا محد يسأل ليه او حد يعرف ليه، لمجرد ان علشان كلنا بنعملها وخلاص، ملهاش لازمه ان احنا نسأل. علشان حاسس باحراج، عشان حاسس ان انت ممكن تبقى باين غبي لو ما عملتش الحاجه دي طالما الناس كلها بتعملها وعادي، وهكذا. وابتدت حلقه ناس كامله مش فاهمين هما بيعملوا كده ليه، واتنقلت من ناس لناس، من ناس لناس، من ناس لناس، يعني كأنهم جيل كامل.
وطبعا دي الفكرة اللي هتلاقيها ماشية في كل المجتمعات طالما في بشر موجودين، سواء الحاجة فعلا كانت بتتعمل بقصد او ما بتتعملش بقصد، هتلاقي اجيال ماشية بتعملها، وسواء القصد ده كان قصد سليم او قصد مش سليم، وسواء القصد ده كان حاجة مضحك عليا فيها او انا بضحك عليك فيها، او حاجة فعلا سليمة وانا فعلا بعملها علشان تكون الحاجة الصح يعني. ودي حاجة اللي بتسمى تحت مصطلح look different but think the same. بيحولوا الاشخاص ان هم كلهم شكلها مختلف، انا شكلي كول وبلبس صوف، انت شكلك كول وبتلبس قطن، حد تاني عامل شعره ازرق، انا عامله شعري اسود، حد تالت بيتكلم بلكنه مختلفه، وهكذا. كلنا مختلفين اهو صح، مجتمع ناس مختلفه، احنا بشر. وبقى فكرة طبعا يعني اللي هي السائدة، اللي هي الشخص بيختار لنفسه وحرية الشخص والكلام ده كله، واللي هي طبعا ليها اكستند، بس اللي الناس بتروح فتحها خالص وبتبقى حاجة اكستريم. بس خلي بالك دايما حاجة لازم تبقى عارفها، ان مهما كان الشخص اكستريم عمره ما هيقدر يبقى اكستريم. ليه؟ هيجي في نقطة في حاجة هتأذيه هو مش هيعرف يبقى اكستريم، فهنا هيبقى الليميتيشنز بتاعته، ولكن مع ذلك هو اكستريم مع اي حد تاني طالما مش عائد عليه. المهم، فهنا احنا كلنا شكلنا مختلف وبنتكلم باسلوب مختلف، وطبعا احنا بنحطها تحت حاجة اكبر، مش بتكلم على الحاجات البسيطة دي، لون الشعر وغيره، لكن بنفكر بشكل واحد، كلنا نفس التفكير ده، نفس التفكير المنغلق، نفس الاستراتيجيات الرخيصة، نفس ان احنا مثلا بنتبع حاجات من غير ما نعرف سببها ولا عايزين نعرف سببها ولا فارق معنا سببها خلاص. وده على فكرة هتلاقيها مش في حاجة معينة، هتلاقيها في دين، هتلاقيها في علم، هتلاقيها في عادات، هتلاقيها في تفكير، هتلاقيها في حاجات كتير جدا جدا. ومش بتكلم بس حاجة انت اتولدت عليها والبيئة اللي حواليك، لأ، ممكن تكون البيئة مع صحاب، ممكن تكون بيئة في مدرسة، ممكن تكون بيئة بدأتها في جامعة، ممكن تكون مع عيلتك، ممكن تكون مليون ألف حاجة تانية. social identity colonialism، الكابيتاليزم من فكرة ان بيكون في حد هو اللي بدأ الحاجة وهو اللي طوعها، بس هنا بتبقى بشكل سوشيال، بشكل مش شرط ان الحد ده بس هو اللي عايز الحاجة وهو اللي خضعها على الباقيين، انا وانت وحد تالت احنا عايزين الحاجة دي فخضعناها، حتى لو مش بشكل اللي هو بصوا يا جماعة احنا هنبدأ نعمل كذا وهنبدأ نفكر بالشكل كذا علشان لا، بتتوارث بشكل بسيط طفيف جدا، زي مجرد الثلاث صفارات اللي هيبدأوا ريفولوشن كاملة وهيبدأوا جيل كامل بيعمل كده. وعارفين مين هينهي الحقبة دي؟ واحد هيسأل نفسه احنا ليه بنعمل كده، ولما هيجي يسأل وهيكتشف ان الكل بيقول مش عارف، وهيحاول ان هو يوصل لأول حد يسأله احنا ليه بنعمل كده، هيحاول يوصل الصفارة دي معناها ايه، هيحاول يوصل يسأل صاحب المكان الحاجة دي بتعمل ايه كده. الحاجة دي هتبتدي انها تتكسر واحدة بواحدة. هيجي ناس تانيين يقولوا لا انا اهلي كانوا هنا امبارح واحنا كنا بنعمل كده، كلنا كنا بنقوم نقف، هم قالوا لي قوم اقف وصغروا لي، معنى كده ان الحاجة دي صح. وهيبدأ يبقى فيه مقاومة حتى من ناس مش فاهمة هي بتعمل كده ليه، وهيبدأ ناس تطلع تقول عشان ممكن يكون من نفس نقطة انا اتكسفت ان انا اسأل، فهيقولوا انا اتكسفت ان انا معرفش، هيكتشفوا ايه ده كلنا معرفش، هيقولوا على فكرة احنا بنقوم علشان الصفارة دي معناها ان الهيتنج في الروم هيبدأ ان هو يطلع، فاحنا لازم ان احنا نقف علشان نعمل ريجوليتنج للسيستم بتاعنا. ممكن عادي نخترع حاجة كاملة، احنا بنركز في النقط دي، ودي الحاجة اللي معرفش انتوا مركزين انها منتشرة ولا لا يعني، بس اللي بيتكلموا عليها اللي انا اتكلمت عليها كتير قبل كده، الكولكتيف ثينكينج او انتليجنس، اللي هو من فكرة ايه، هما قالوا لنا كذا فاحنا بنعمل كذا، اهلي ربوني على كذا، في المدرسة بيدونا كذا، طب انت تعرف ايه، طب انت بتعمل الحاجة دي ليه، طب انت رأيك ايه. ده اللي هو individualism للintelligence بتاعك، للذكاء بتاعك، للتفكير بتاعك، ده ما بقاش موجود، ده قل، ده بقى كل حاجة اصل هم قالوا لنا كذا، اصل انا قريت ان هو كذا، اصل احنا عرفنا ان هو كذا. احنا مين؟
بقى الجماعة بيقولوا كذا، بقى الجماعة عارفين كذا، انت عارف ايه، انت فاهم ايه، انت رأيك ايه. ودي بقى بدراسات وحاجات حديثة وكده بتقول لنا اكتر واكتر واكتر واكتر. ودي برضو هتكلم عنها بشكل خاص لوحدة عشان هي حلوة قوي، ان ازاي بنسبة اكتر من 80% احنا ما بنفكرش خلاص في الحاجات دي، احنا بنعمل وخلاص. حتى لو هو مش من فكرة اللي هو الاكل، التنفس، الشرب، لا، الموضوع اكستند اكتر وبقى موضوع انا هقوم اعمل كذا، انا هعمل ريتوال كذا، انا هصلي بالشكل كذا، انا الحاجات دي كلها بقت بشكل خلاص دماغي متسيستمة هي بتتعمل كده. فهنا لو هنقول حاجة واحدة مهمة هي فكرة التحرر. وطبعا اتكلمت برضو في حاجة تانية عن فكرة احنا في فري ويل ولا ما فيش فري ويل، والاعصاب بتاعتنا واحنا لينا اختيار ولا ملناش اختيار، ولا الكلام ده برضو مخصصلها جزء كامل لوحده. حاجة تانية بقى اللي قلت هنرجع لها وهي التو سولز. من حيث ايه؟ ان في قبائل زمان كانوا بيصنفوا نفسهم ان انا شخص تو سولز. دلوقتي بتتاخد على اساس انا راجل وست، فانا التعريف بتاعي اني غير معرفة، يعني ما تقوليش انا راجل او انا ست، او ما تعاملنيش كراجل او ست، انا غير معرف. طيب تو سولز دي اساسا اصلها ايه؟ وكانت بتحصل كتير مثلا لما تكون ست جوزها مات او كده وهي في قبيلة، كانت بتقوم بدور الراجل. يعني مثلا ممكن تروح تشتغل في حقل، يعني بتعمل دور ممكن ان هو يتشاف بشكل مجتمع، لا ده دور الراجل. انت دورك ان انت بشكل قبلي تخلفي وترضعي وتقعدي مع عيالك. فهي كانت بتسمي نفسها انها تو سولز، انا اقدر اعمل الحاجتين. النهارده بيتاخد انا صاحيه، لا انا مش حاسه ان انا ولد، مش حاسه ان انا بنت، انا حاسه ان انا الاتنين، من حيث احساسي وطاقتي والاسلوب اللي هتكلم بيه، مش من حيث دوري. يعني زمان الاشخاص اللي في القبائل اللي كانوا بيسموا نفسهم التو سولز ما كانتش بتقول مثلا انا صاحيه النهارده حاسه اني راجل فانا ميولي دلوقتي ان انا مثليه، لا، على اساس ان هي كشعورها ايه وهي حاسه ايه نحو نفسها، لكن من ناحيتها هي انها هتعمل الدورين، او مش هتصنف انها ست فهي المفروض تعمل كذا في القبيله. غير ان القبائل اللي هي كانت كلها شايفين نفسهم ان احنا كلنا تو سولز، من حيث مفيش راجل هيقول لست انتي هتقعدي ترضعي، لا احنا هنشتغل مع بعض، وهكذا، اللي هو بشكل اسري، مش بشكل احنا الاتنين قد بعض، احنا الاتنين واحد، لا الاتنين فينا المقومات ان احنا نساعد بعض، اللي هو شكل التعاون ده، شكل انها ما تصنفش ان انتي ست انتي المفروض تعملي كذا. كانت بتبقى اكتر من الشكل ده، ومش من نقطة الايدنتيتي ماسكلين او فيمينين، اللي هو هي بتتصرف بشكل راجل، او مثلا بتلبس لبس القبائل بتاع الرجالة علشان هي شايفة نفسها انها راجل، لا، فاهمين؟ اللي هو مش بشكل ايدنتيتي، مش بشكل ميول، بشكل الرول بتاعها في المجتمع ايه على حسبها هي. لان تاني كظروف بيئية ان كان لازم ان هما يعملوا ادوار بعض ويساعدوا بعض باشكال مختلفة. طبعا هنسمع من الاشكال اللي هي الشخص المختلف بيسمي نفسه كوير، اللي هو غريب او مختلف، اللي هو انا مش كده ومش كده، مش اي حاجة اصلا، مش عايزة اكون حاجة. او الاكس جندر اللي هو من حيث مش معروف يعني او ملوش حاجة. وتاني، هل ده بيحصل علشان الشخص بيكون انترسكس؟ لا، اكتر من 95% اللي شايفين نفسهم ان هم كوير او ان هم ترانس او ان هم ميول مختلفة او ما بيكونوش تبع الانترسكس. عشان في ناس بيقولوا طب ما هو بطبيعته اتخلق بشكل كذا. بالعكس، الناس دي تاني معظمهم او مش معظمهم، اللي هو قليل جدا منهم اللي هو بيختار يبقى مختلف، اللي هو تاني تبع الاختلاف بتاع البشر. بعض من الناس طبعا الحديثين اللي بيسموا نفسهم تو سولز او كوير او اكس جندر شوفوا نفسهم ان هم انا مجرد روح، انا مش جسد، انا مش عقل، انا مش كذا، انا مش كذا، علشان كده ما تحطنيش جوه وعاء وتقولي انا كذا. والفكرة دي غلط،
لان هما بيلغوا خالص مفهومية ان في جسد بيحكمنا، وان في جسد بيننا وبينه تفاعل من كل حاجة، من حتى الحاجات اللي هما ممكن يقولوا طب اهو انا عندي الحاجة دي، من حتى حاجات الهرمونات. تمام؟ لان الانسان مستحيل يكون حاجة واحدة، وما كانش هينفع يكون على الارض بالشكل ده وهو حاجة واحدة. احنا جسد وعقل ونفس وروح وكل الحاجات اللي ممكن انها تضاف علشان تعرفنا ايه الانسان بتطور معرفتنا. في حاجة تانية عشان قبل ما ندخل نشوف في DSM وكده، كانوا بيسموه ان الشخص يكون مش عارف نفسه او شايف نفسه حاجة مختلفة ايه. في فرق بين عملية كترانس وكحاجة بلاستيك سيرجري. طبعا بالنسبة لناس كتير هيشوفوا ان الاتنين واحد، لكن خلينا نوضح حاجة. ان شخص مثلا عنده مشاكل في الجيوب الانفية فعمل عملية في مناخيره، يعني دي حاجة غير ان انا هروح اغير شكل مناخيري نفسها وهي ما فيهاش مشكلة. يعني حاجة نفسية وحاجة هتبقى جسدية، بس الاتنين طبعا مرتبطين بالجسد. بلاستيك سيرجري ده معناها تعديل او تظبيط مش تغيير. طبعا دلوقتي بتتعامل ازاي، ودلوقتي الاغاني والهزار وكده دول ناس بلاستيك من الحكاية دي، ده هي مش كده اصلا. من قبل 2013 كانوا بيسموها gender identity disorder، بعد كده سموها gender dysmorphia، بعد كده في 2018 سموها gender incongruence. ابتدى بعد كده يتقال انه التصنيف ده غلط لان هو مش مرض نفسي. طبعا كل التجارب العلمية والحالات اللي عملوها علشان يشوفوا هل الشخص ده فعلا، طبعا نرجع بقى للنقط التانية بتاعتنا، علميا طبيا تشريحيا، الشخص ده هو فعلا راجل بس هو اتجاه في الجسم الغلط مثلا، اللي هو الحاجات دي كلها اللي بيثبتوا بيها علميا اساسا غلط. لان تاني نتائج صغيرة، في حاجة اسمها بصمة الدماغ زي بالظبط، احنا عارفين بصمة الصباع، في حاجة اسمها بصمة العين، في حاجة اسمها بصمة الدماغ، كل حاجة فينا فيها بصمة. والدماغ برضو من الحالات المميزة جدا جدا جدا، وعلشان كده كمان، بس هي طبعا اغلى بكتير جدا جدا، بيعرفوا من بصمة الدماغ الشخص. النتائج بتاعتهم مش متطابقة علشان يقولوا يثبتوا بيها بصوا يا جماعة الشخص ده كان كذا وهيبقى كذا وكان عايز يبقى كذا والكلام ده كله. تاني الحاجات دي بتتعمل بعد ما الشخص يقول انا عايز الحاجة، وطبعا اتكلمت فيها على الميول في الحلقات اللي فاتت كتير. من نفس الفكرة ان الشخص لما خلاص بيكون سيستم دماغه ايه، ودي حاجة في النيوروبلاستيستي مرونة الاعصاب، وكمان حتى في الابيجيناتكس واتكلمنا عليها. طبعا زي ما اتكلمنا قلنا الاختلاف الطبيعي اللي ما بين البشر وكل الكلام ده. وسواء انت شخص ترانس، شخص بتفكر تبقى ترانس، شخص شايف نفسه ان هو حاجة غير الحاجة اللي هو اتولد بيها، شخص شايف نفسه ان هو مختلف، شخص شايف نفسه ان هو مش محبوب، او شايف نفسه ان هو محبوب، او شخص زي ما هو، او شخص فكر في السؤال ده او ما فكرش في السؤال ده، او حواليه حد بيحبه، ايا كان من كل الحاجات اللي انا اتكلمت عليها دي. السلسلة دي مش عشان تضطهد حد ولا تحسس حد ان هو مش عارف يوصل لحاجة اللي هو عايزها، او ان هو فاشل، او ان هو وحش، او دعوة ان احنا نتنمر على اشخاص، او ان احنا نكذب شعور اشخاص. وفي القرآن في حاجة ممكن نعتبرها تحت تصنيف الانترسكس، او حتى الحاجة اللي الشخص اللي البيئة غيرت فيه، بأيا كان بقى الحاجات اللي احنا قلناها، غير أولي الأربة المفهوم منها. يعني حاليا اختلافنا طبيعي، وان احنا نسأل دي حاجة طبيعية، وان احنا حتى نعمل اكشن على احساسنا دي حاجة طبيعية. لكن في كل ده، سواء انت ايا كان من الاشخاص دي كلها اللي قلتها، او حتى شخص مفكرش، علينا كلنا ان احنا نعرف اسبابنا من كل الاتجاهات، ونعرف احنا ليه متمسكين بحاجة او ليه مش عايزين الحاجة دي، ونفهم نفسنا اكتر ونفهم العالم اللي حوالينا. وقبل ما نحكم على حد، او قبل ما نتفلسف، او قبل ما نطلع بأدلة غلط، او قبل ما نقتنع بحاجة لمجرد تعصب، او لمجرد ان احنا عايزين نبعد عن البيئة اللي احنا جينا فيها، او ان احنا عايزين ننضم لبيئة تانية مختلفة، او ايا كان، علينا ان احنا نفتح عقلنا ونهرب من الكورة ونبص حوالينا كويس علشان نعرف فين الحقيقة. فالحاجة الجميلة اللي في السلسلة دي، اللي انا اقصد بيها السلسلة دي، هي دعوة للحقيقة، والكل مرحب بيه.